وضمن فعاليات موسم الدرعية يقام في هذه الأثناء لقاء الأساطير الذي يجمع 10 من أشهر نجوم كرة القدم الإيطالية، إذ يشكل اللقاء تجربة استثنائية لعشاق الساحرة المستديرة والكرة الإيطالية تحديدا للاستمتاع بلقاء النجوم والتقاط الصور التذكارية معهم ومشاهدتهم عن قرب. وفي هذا الخبر ينضم معنا من هناك من الدرعية مراسل الإخبارية الزميل عبد الله الرويس. أهلا بك زميلي عبد الله، صف لنا الأجواء واجعلنا في أرض الحدث معك حول لقاء الأساطير هناك. إذا كان لقاء الأساطير تجربة استثنائية، فحقيقة ليالي الدرعية هي أكثر استثنائية. الدرعية لا تزال لم تبح بأجمل ما بها، وموسم الدرعية لا يزال يقدم الكثير من المفاجآت والكثير من الفعاليات لمن أراد الاستمتاع سواء في منطقة الرياضة وعلى مستوى المملكة العربية السعودية. لقاء الأساطير حقيقة الذي تحدث عنه يجري في هذه الأثناء، يتوافدون الزوار المحبين للكرة الإيطالية لأخذ العديد من اللقطات والصور التذكارية مع أساطير الكرة الإيطالية. لحديث أكبر موسع استضيف معنا الأستاذ نايف مشهور الإعلامي هنا في الدرعية. بداية هلا بك أستاذ نايف، لو تحدثنا عن لقاء الأساطير بشكل عام، ما هي أبرز ما تم خلال هذه الفعالية؟ أهلا وسهلا بكم. بداية سعداء بحضوركم بتغطية العمل الإعلامي المهني اللي تقومون به من خلال النقل المباشر من هنا من الدرعية في هذا الحدث العالمي. اليوم نحن سعداء في المملكة العربية السعودية بكل تأكيد أن تستضيف العاصمة السعودية الرياض اليوم السوبر الإيطالي في نسخته الثالثة هنا في المملكة العربية السعودية. هي ثالث مرة المملكة العربية السعودية ولله الحمد تستضيف هذا الحدث العالمي، أن تستضيف نجوم بحجم نجوم يلعبون في أندية AC ميلان أو الإنتر ميلان هنا في العاصمة السعودية الرياض. هذا حدث بكل تأكيد سيسلط كل أنظار العالم إليك اليوم للاستمتاع بهذه القمة، هذه المباراة الكبيرة التي تجمع هذه العملاقين بكل تأكيد فريقان الإنتر وAC ميلان. ديربي ميلان وهنا سيقام في السعودية. ديربي ميلان ويقام في السعودية فعلا، لكن ماذا عن ما قابل ديربي ميلان؟ فيما يخص لقاء الأساطير بكل تأكيد أنت تتحدث عن أسماء أكثر من 10 نجوم أساطير كرة قدم إيطالية. المنتخب الإيطالي الكل يعرف المنتخب الإيطالي، يمكن على سبيل المثال في كأس العالم الماضي لم نشاهد منتخب إيطاليا، ولكن في بطولات ماضية كثيرة جدا شاهدنا نجوم منتخب الإيطالي في الأساطير التي على قولتهم كتبت بحروف من ذهب اسمها في تاريخ كرة القدم العالمية. تتكلم عن توتي، تتكلم عن ديل بييرو، تتكلم عن فييرا، أسماء كبيرة جدا متواجدة هنا في الدرعية للمشاركة في هذا اللقاء، لقاء الأساطير. لقاء الأساطير باختصار اليوم يمكن شفنا إحنا خلال تواجدنا المئات من الجماهير احتشدت هنا لمحاولة التقاط الصور التذكارية، التوقيع، الحصول على بعض الأمور التذكارية الخفيفة مع نجوم كرة القدم الإيطالية الأساطير المتواجدين هنا في الدرعية. فكل الشكر لكل القائمين على هذه الفعالية هنا في الدرعية وفي ليالي الدرعية تحديدا. الأجواء جميلة، أجواء رائعة بحضور نجوم كرة القدم الإيطالية. كيف رصدت ردة فعل الجمهور الذي أتى للالتقاء لأخذ الصور التذكارية مع الأساطير؟ بكل تأكيد الجماهير الرياضية المتواجدة من الفئتين، رجال السيدات أطفال، الجماهير كبيرة جدا محتشدة منذ وقت مبكر هنا اليوم لالتقاط هذه الصور التذكارية. بكل صراحة كل الشكر الجهات الأمنية الموجودة هنا الخاصة والمنظمة في هذه المناسبة. تواجدوا اليوم لتنظيم الجمهور، تنظيم الدخول. بصراحة كان عمل جدا جميل، ليلة مناسبة جدا رائعة استمتعنا بها بحضور تلك الأسماء الكبيرة. شكرا لك. إذن كما سمعنا الحقيقة العديد من الزوار أتوا لأخذ الصورة التذكارية مع الأساطير. عبر بعض الجمهور الحاضر هنا مثل هذه الفعاليات تعد فعاليات محببة لهم لأنهم محبين الكرة الإيطالية. الكرة الإيطالية لها خصوصية ليست مثل الكرة الإنجليزية أو الإسبانية، ومحبين هذه الكرة الإيطالية اليوم كان هناك توافد كبير من قبلهم لحضور هذه والتقاط الصور التذكارية والليلة العرس الكروي الكبير. نعم، من الدرعية مراسل الإخبارية الزميل عبد الله رويس، شكرا جزيلا.